بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا للجرائم التي ارتكبها النظام وحزب PKK وللحفاظ على وحدة الأرض والوقوف مع كافة السوريين، قررنا نحن مجموعة من أحرار الكرد تشكيل كتائب ثوار الكرد للدفاع عن أهلنا في سوريا عامة والشعب الكردي خاصة، وندعو كافة الأحرار من شعبنا الكردي الالتحاق بهذا التشكيل ليكون ممثلا عن الشعب الكردي، وعاشت سوريا حرة أبية. ظلمتي وانا دون ما نظام و PKK يعني تكاسي تظلمت الجرول تدار النبي شعبي ما تم بندرس البنت بياقي خا سريع هج بنياقي ظلمتي خلاص كن يا أخي، لكن ونحر الخدي ونحر خلق كرن خير الكي هذا بن ظلم جنبي فوزال ماكن هبنا شبيهة بشار إيران الروي ده مريو كرمان إعدام دكا وإيران جبت بشير وحرب دكا أبي دارج جبت بشير وحرب دكا كرمانجي والكيلو ونا كرمانجي يا أخي والله ونا كرمانجي وان إنسانا مرتزقنا وان دخازن حاجة والملك كوم كان حاجة تانقولغة شيء بوسا مازند وبراب راكن برا هارن دولته ممكن شون جاب منها بري وياكات سريوا بمر بيكبن ام داسي هفكن ام فوز الماتيج ناف خراكن وحزبان نجاركيما بجارك نجاركيما تكبير الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نحن انضمينا لهالفصيل، طلعنا من منطقة عفرين لنصر الأخوة الكراد في منطقة عفرين. الPKK لا خلى شبابنا ولا خلى بناتنا كلهم بياخذون على التجنيد الإجباري. نحن ما بنرضى هالشيء، ونحن بنقول لهم للPKK كفوا بلاكم عن الشعب الكردي شعب مسلم. انتم بعدتوا العالم الشعب الكردي عن الدين وكلمة لا إله إلا الله. وتنما الشباب الكرد را جيارا شقا الكرد هنا جيب هفضل ام جيب راكن ام جي داسي هفكن شقا ظلمات السر ما هيسا ام جي نوفها راكن بلا ظلمات النمينة يا اخي والله مبشر له هقام دان ناكنسا عرضت ما جيتشون هبلا خبري وهبا بري خلقي بشرفي كردا سندخار وكا شرف سر منامو يا اخي شوفوا هبلا يا حبيبي شقا شباب هنا لازم جيوار مرة التحاق بن هقام داسيو جينا ابنا ياكسا لا يمكن ام بناتشن ها ابدا بلا خبري وهبا ام هنا الحمد لله ام برن وقت دخوزي بس ام دخوزي قوات بكن با